الناس من امبارح للنهارده مش بتتكلم غير على ريحة المجاري اللي شمنها. ناس كتير في أماكن مختلفة اشتكت على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور ريحة غريبة شبه المجاري أو النشادر أو الغاز، يعني عواصف وجو حر تراب ومطر في نفس الوقت، وكله مترقب وخايف. وكمان تطلع الريحة دي. وهنا كشف الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ سبب انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز في بعض المناطق المصرية. وقال الدكتور محمد فهيم في تصريح صحفي إن ده بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مضيفا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان المصانع وأتربة وغيرها، وهي أقرب لرائحة الكبريت. كمان طمن المواطنين إن مفيش ضرر ولا خوف من رائحة الغاز المنتشرة، ووضح إن مفيش أي ضرر، وإن أيام السحابة السوداء مع الأتربة وأدخنة المنخفضات بيصاحبها روائح غريبة ممكن يتسبب في الشعور عند البعض بأن عيونهم تؤلمهم. وأشار أن الظروف المناخية في مصر حاليا إحدى تداعيات المنخفض السطحي اللي بيسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة. وضحت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال تتسبب في تقلبات مناخية مع وجود رياح محملة بالأتربة وسقوط الأمطار، ومفيش علاقة بين العاصفة دانيال والرائحة المنتشرة. ربنا يعدي الفترة دي على خير. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.